صباح الخير او مساء الخير زي ما بتشوفوني. انا عائشة عصام، مهندسة ديكور، وبنتكلم مع بعض في تيبس وتريكس تخلي بيتنا شكله احلى. هنتكلم النهاردة عن توبيك سألتوني عنه كتير، التلفزيون ازاي نختاره بناء على انهي مقاس بالظبط وانهي حجم ليه واحطه فين. التلفزيون هو اهم عنصر في فرش الليفينج. لازم نحدد عدد الاشخاص اللي هيستخدموه وامكانية استخدامه عشان اعرف احطه فين واحدد المكان الخاص بيه. عشان يكون التلفزيون وضعه سليم ومريح للمشاهدة ومريح للعين، فلازم احدد الارتفاع والمنسوب بتاعه، ولازم المستوى يبقى في نفس مستوى النظر بتاعي، ما يكونش اعلى ولا اقل بحيث ان هو يأذي رقبتي وما اقدرش اتفرج عليه بصورة مريحة. هسيب لكم الدايمنشنز كلها للمستوى النظر الطبيعي على حسب برضو الاعداد، لان في ليفينجز بيكون ارتفاعها منخفض او في ليفينجز ارتفاعها اعلى من الطبيعي، فده هيغير معانا في ارتفاع تعليق التلفزيون الى حد ما. انسب حجم للتلفزيون ايه؟ الناس متخيله ان كل ما نكبر حجم الشاشه كل ما دي هتكون حاجه احسن وافضل، لكن ده مش صحيح. لو المسافه بيني وبين الشاشه مش مساعداني او مش بعيده، فهكون مأذيه جدا وانا بتفرج على التلفزيون ومش هعرف اشوف الصوره كامله وبشكل صحيح. طب اختار حجم الشاشه ازاي؟ عشان اختار حجم الشاشه لازم اعرف البعد بين مكان قعدتي وبين الحيطه، بناء عليها انا هختار الحجم المناسب للشاشه. هسيب لكم برضو دايمنشن بكل المقاسات المناسبة واحسبها ازاي عشان اعرف انا محتاج بالظبط شاشة كام بوصة. ودلوقتي بعد ما عرفنا نختار ازاي حجمه وازاي نحطه في المكان المظبوط ليه وعلى الارتفاع المظبوط، هنقرر اخر حاجة احنا عايزين نبينه في الديكور ولا عايزين نخفيه. لو عايزين نبينه في الديكور فهنخليه الفوكال بوينت بتاعنا وهنخليه هو ده السنتر اللي عليه التركيز كله في الغرفة. ازاي اعمل كده؟ هعمل كده بكذا بوينت، يا هخليه هو في الوول يونت بتاعته او في مكتبة تلفزيون مخصصة ليه ايا كان الديزاين بتاعها اللي يتناسب مع بقية شكل الغرفة، اذا كان في ادراج او ارفف او تجاليد في الحائط، او اني ابرزه اني اخلي الحيطة وراه لونها مختلف عن بقية الحوائط سواء بلون اغمق او لون افتح، او ان انا اخليه عنصر من بقية الديكور واعلق حواليه تابلوهات مختلفة وصور كتير اخليه فوكال بوينت في الغرفة. طيب لو عايزة اخفيه هخفيه بطريقة تناسب المكان. لو المكان مودرن او كلاسيك، لو المكان مودرن هقدر احطه فيه تابلو خشبي شكله مودرن، سواء التابلو ده لوحة خشبية او صورة، ويتفتح وقت الاستخدام ويتقفل في عدم الاستخدام، سواء بقى طريقة فتحه جرار او مفصلية زي ما نختار وزي ما يكون مناسب للمكان. وبرده ممكن اخفيه بين ان هو يكون على محور بحيث وقت الاستخدام هو هيلف اتفرج عليه، وفي وقت عدم الاستخدام هيلف المحور الاقي الظهر بتاعه تجديد خشب او مراية، وده بيكون مناسب جدا في الاماكن المفتوحة لو الليفينج مفتوح على بقية الاريا بتاعة الشقة. هسيبكم مع الصور تتفرجوا على افكار ديكور التلفزيونات وتقولولي انهي صورة وانهي ديكور عجبكم اكتر.
نتكلم فيها واي توبكس في الديكور. لو عجبكم الفيديو او استفدتوا اي معلومة اعملوا لايك وسبسكرايب واستنوني الفيديو الجاي. باي باي.